السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ بقالي كتير طبعا ما نزلتش حاجة على اليوتيوب. مشفتنيش يعني. بس يعني حابب اقول لكم وحشتوني جدا جدا جدا. وبجد وحشني التصوير نفسه، ان انا اقف قدام كاميرا وكده. ويمكن ان انا ما نزلتش بقالي كتير، بس صورت يعني صورت كذا حاجة كده. يعني كنت مثلا بعد اسبوع من الفيديو اللي انا صورته، اللي هو بتاع السلبية، اللي هو شخص سلبي. صورت مثلا بعديه بأسبوع نص فيديو 9 دقايق بس مكملش لأسباب معينة. وبعدها مثلا بفترة برضو كبيرة صورت فلوج كده، وأنا كنت بعمل نشاط معين، كان الصبح كده برضو. كان في كلام يعني، وكان فيديو جامد يعني. أنا بالنسبة لي وأنا كنت أصلا بصوره مكنتش ناوي أنزله. بس مثلا لما شرحت لواحد صاحبي الفكرة قال لي لأ، أنت ليه منزلتوش؟ كان هيبقى حلو يعني، أي حاجة يعني تشغل القناة بدل ما هي واقفة. بس برضو منزلتوش كده برضو لأسباب معينة يعني. تمام تمام. طيب. دي بص مقدمة بس عشان هعرفك فيها اللي حصل في اللي فات، واللي ان شاء الله الجاي ناويين نعمل ايه. طيب. اللي حصل في اللي فات ان هو ايه، ان هو ان نقدر نلخص اللي حصل كله في 4 كلمات مثلا. نقول هروب، بعدين مثلا هروب، فمثلا ضيق، فكسل مثلا. او لا، هروب كسل ضيق، او يعني هو انت متضايق اللي هو نفسية وحشة، بعدين امتحان. ال4 خطوات دول. حلو حلو. طيب. مش هنوضحهم، مش حابب اوضحهم دلوقتي، نبقى مثلا نتكلم فيهم بعدين، مش مهمين اصلا. حلو. خلينا نتكلم بقى في اللي جاي. ناوي اعمل ايه؟ او خليك انا ناوي اعمل ايه في القناة هنا يعني. ناوي اعمل ايه ان هو ان شاء الله يبقى في فيديوهين في الاسبوع. يعني الفترة الجاية، في الفترة اللي فاتت في كذا حاجة اشتغلت عليها ما كملتش، فانا ارجع اشتغل عليها تاني ان شاء الله بشكل قوي. فناوي اخدكم معايا يعني فيها. طيب. ففي فيديوهين في الاسبوع. فيديو منهم هيبقى زي كده، وفيديو تاني لسه اشوف هيبقى نفس الكلام او محتوى، مش هيبقى هو، هيبقى نفس المحتوى بس بشكل تاني شوية. ده المهم يعني. تمام. معلش برضو على المقدمة الطويلة دي، يعني لو اول حد بيتفرج عليا اول مرة او كده، بس بوضح الدنيا. 3 دقايق بس، معلش. تمام. تعالى بقى نتكلم في الموضوع اللي احنا جايين نتكلم عليه النهاردة. ايه هو؟ احنا كنا اتكلمنا على الفيديو اللي فات عن اللي هو الشخص السلبي. ان هو، خلينا نقول اللي هو شخص سلبي الفكر. ان هو ايه، ان هو دايما متشائم، دايما زعلان، دايما مش عارف ايه، دايما بيدي طاقة سلبية للكل. مش سهل ان هو ينبسط، مش سهل ان هو يحب الحياة. الناس بتنفر منه نوعا ما. حلو حلو. طيب. ده ايه علاقته بفيديو النهارده؟ خليني اقول لك ان النهارده هكلمك عن شخص سلبي بس نوع تاني، ويمكن هو اسوأ من النوع الاولاني، وهو سلبي الفعل. خليني انا مسميه كده. يعني انا مسمي الشخص الاولاني اللي هو الفيديو اللي فات ده سلبي الفكر. ممكن تقدر ترجع له. وخلينا نتكلم عن الفيديو ده سلبي الفعل. خليني اعرف لك يعني ايه سلبي الفعل، وافرق لك بين الاتنين، ونخش في الفيديو. اول حاجه، سلبي الفعل مش قصدي ان هو بيعمل افعال سلبيه، لا. قصدي ان هو ما بيعملش حاجه. قصدي ان هو ما بيعملش حاجه. هو بيخاف من المواجهه. بيخاف يواجه، بيخاف يتكلم اصلا، بيخاف يكلم الناس. ما بيعملش حاجه، ملوش راي. زي ما مثلا لو واحد عارف في الدين او عارف الحديث اللي هو الامعة. هو امعة بيتبع الناس بس. فاهم؟ او مثلا بيقول السوشيال ميديا دلوقتي مثلا هو فرد من القطيع. او مثلا بقولها تانية، هو جزء من الماتريكس. حلو. وكمان هو مش جزء من الماتريكس، هو اقل جزء في الماتريكس، اقل جزء في الماتريكس. فاهم؟ هو وده ممكن واحد على فكره يكون معاه فلوس، مش شرط واحد اللي هو كده فلا. هو مثلا ممكن يكون في الحياه عادي، والحياه كبير وكده وبتاع، بس هو كده. طيب. ده زي ما قلنا
اللي هو السلبي الفعل اللي انا بقول لك عليه ده اللي انا هتكلم فيه النهارده. طب سلبي الفكر ده انت طبعا عارفه، اللي هو قلنا زي ما قلنا هو بيبقى متشائم، دايما بيدي طاقه سلبيه للكل، دايما مش حابب الحياه، دايما مش عارف ايه، دايما متشائم، لو هنعمل حاجه يقول لك لا ده هي هتبوظ كده. فانت كده عرفت الفرق بينهم، اللي هو الشخص السلبي اللي هو بتاع الفعل ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، هو شخص يمكن انا بالنسبه لي هو اسوأ من الشخص السلبي بتاع الفكر. يعني لو مثلا هنيجي نرتبهم، الشخص الايجابي، حلو، بعدين الشخص السلبي الفكر، بعدين اخر حاجه خالص تحت كده سلبي الفعل. معقوله سلبي الفعل ده يبقى اكتر من بتاع من سلبي الفكر، مع ان سلبي الفعل ده ما بيعملش حاجه؟ ما هو خطورته في ان هو ما بيعملش حاجه، هو خطورته على نفسه وعلى الباقي ان هو ما بيعملش حاجه. هو عادي ماشي كده مع بتاع، ماشيين في الغلط يلا بينا، مش عارف ماشيين فين يلا بينا، فاهم؟ عادي ماشي على الكل، ملوش رأي ثابت، ملوش هدف، ممكن يكون ليه هدف بس فاهم، متردد دايما. الحاجات دي كلها تخليه يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني تخليه اصلا مش عارف هو عايش ازاي الصراحه. تمام. طيب طبعا احنا كده قلنا مثلا جزء كبير من صفاته اللي هي ايه، ان هو قلنا ما بيحبش، مش ما بيحبش يواجه الناس، بيبقى صعب عليه مثلا ان هو يتكلم مع الناس، مثلا يعمل صداقات جديدة مش عارف ايه كده، فاهم؟ يتفاعل مع الناس، من الاخر ما بيتفاعلش مع الناس، ما بتكونش ليه آراء محددة مثلا، او هو ليه رأي، ممكن يكون ليه رأي بس ما بيعبرش عنه. يعني مثلا احنا قاعدين في قعدة 5 6 مثلا، فكل واحد مثلا بيقول رأيه، فهو مثلا يقول لك لا انا مثلا ماليش رأي، او انا بسمع بس، او انا مش عارف ايه كده، فاهم؟ ممكن مرة اتنين بس مش دايما، دايما كده يبقى في حاجة غلط. وهتلاقيها اكتر مثلا لو خارج بره دايرته. طب هتقول لي ده ممكن شخص انطوائي مش عارف ايه، لا بص، هو الشخص الانطوائي هو اصلا يعتبر هو الحته دي اللي انا بقول لك فيها، هو شخص انطوائي. طب انت خايف من ايه؟ فاهم؟ انت انطوائي هتقول لي اصل ممكن ليه اسباب ومش عارف ايه، اقول لك اسبابه دلوقتي بس، فاهم؟ بس انا بقول لك ايه، دي الصفات اللي فيه. طيب اسبابه ليه؟ والله هو كده ليه، هو مش عارف ليه هو مثلا بيخاف يواجه او بتاع. اقول لك ممكن شخصيته كده. طب هتقول لي طب ما هي شخصيته كده، يعني هو هقول لك ماشي، هو شخصيته كده، هو يقدر يغير شخصيته. هو انا ما اتولدتش ان انا بعرف امسك كاميرا واتكلم قدام الناس، ما اتولدتش ان انا او مكلم حد، فاهم؟ يعني أنا مثلا هقول لك برضو مثال عليا، انا مثلا جيت في فتره لقيت نفسي مش عارف اكلم الناس، او لقيت نفسي مفيش تواصل مع الناس قوي، فاهم؟ مش بص، مش بتواصل مع الناس كويس، مش بالسولايز مع الناس اكتر، فاهم؟ حسيت الحته دي، النقطه دي مش عندي قوي، مقارنه بناس تانية بدات تشتغل على النقطه دي، فاهم؟ حتى مثلا انا كانوا صحابي بداوا يشتغلوا عليها ومثلا ما قالوليش، يعني فاهم؟ عادي يعني مثلا ما اتكلمناش بقى لنا فتره، فاهم؟ ومش لازم يقولوا لي مثلا احنا بنعمل كذا فاعمل زينا، لا عادي، فاهم؟ فانا لقيت نفسي الفكره خطرت لي في بالي، يعني حتى جينا مثلا بفتره بعديها بفتره حبه يعني نتكلم، والله قلت له ده انا مش عارف، ما بعرفش مثلا اتواصل، او انا بدات اشتغل على التواصل عندي. قال لي ده احنا بدانا مش عارف امتى، ده احنا كنا مش عارف معلقين عليك في حته ان انت مثلا ما بتتواصلش، او ان انت هما فهموا الموضوع غلط. انا كنت مثلا الموضوع كنت فيه لازم اروح فورا، وهم كانوا قاعدين مع شخص غريب، كان معانا في الكليه بس قاعدين مع شخص غريب. فهم قالوا لي ده انت مشيت عشان كنت مثلا مش حابب الشخص ده، او انت خايف تتكلم معاه، او فاهم اللي هو يعني ايه، مش حابب اتكلم معاه فخلاص هو مش من دايرتي، او انا مش عايز اتكلم معاه فخلاص يا عم فكك منه ماشي. بس لا، وضحت له بقى السبب، اللي انا لا ده انا ما عملتش كده عشان كذا، ده انا كنت لازم اروح عشان عندي سبب في البيت يعني. حلو، زي ما قلنا ايه السبب الاولاني؟ الشخصيه. حلو. ممكن هو جه في مره، ممكن تروما، التروما دي اللي هي مثلا جه في مره ايه اللي حصل، ان هو والله انا عندي مثلا جه يتكلم،
قام واحد جه وقام حاجر على رأيه، قال له ما تتكلمش، ولا ايه اللي انت بتقوله ده، ولا انت عيل صغير اسمع منك ليه، فاهم؟ فده ممكن ده سبب عنده كده. مثلا هقول لك بقى حاجة تانية، مثلا خوفه من الرفض، ان هو يعني خايف حد يرفضه. هترجع برضه سبب التروما دي يعني قوي، هي سبب التروما وسبب الرفض هم مشابهين لبعض. وسبب ممكن ناس كتير مش عارفاه هو المثالية. المثالية ممكن تخليك شخص سلبي. ازاي؟ انت واحد عايز كل حاجة تطلع 100%، 150%. تقول لنفسك انا فلان الفلاني ما ينفعش اطلع مثلا فعل او اطلع حاجة او اطلع منتج او والدنيا بايظة معايا. هقول لك لا عادي. آه، فهي المثالية ممكن تبقى سبب من اسباب اللي هو السلبي الفكر ده، سلبي الفعل قصدي. طيب خلينا نتكلم مثلا عن مثال للمثالية لسه فاكره حالا يعني. جيت انا في الاول ما بدأت القناة، جيت كنت الاول لو واحد متابع من اول خالص 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 خالص، ايام الشورتس مش ايام اللونج خالص، مش ايام الفيديوهات بالعرض، لا اللي هي الفيديوهات اللي بتطول اللي هي الشورتس، اللي كانت بتنزل دقيقة او دقيقتين وثلاثة. وقتها انا فاكر كانت طريقة كلامي غريبة. كانت آه التعبيرات بتاعت ايدي كلها مثلا، يعني انا مثلا بتكلم قدام كاميرا ممكن ابقى ثابت كده، ممكن تلاقي الفيديو ده اصلا متخشب شوية عشان بصور في مكان جديد ومش واخد على الوضع برضو، وبقالي كتير مثلا ما صورتش. بس لا فاهم انت، كنت اول فيديو مثلا ليه كنت كده، فاهم؟ بتكلم كده، انا مش عارف ايه كده، لو انا متخشب وماسك نفسي وبتاع. يا جدع ايه، فك شويه وهدي حتى بص، حتى كنت مثلا تلاقي بتاع ده كتفي مرفوعه كده، فاهم؟ ده برضو توتر يعني، حاجه من التوتر. لا دلوقتي بقى الدنيا حلوه، قاعد ما مش عارف ايه، عارف ان انا بقوله عادي يعني، طلع وحش طلع حلو زي الفل، فاهم؟ فبرضو يعني في واحد صاحبي قال لي الجمله دي، ان هو المثاليه دي حاجه شاذه اصلا، ان المثاليه نفسها حاجه شاذه. انت لما تفكر فيها بجد المثاليه دي حاجه شاذه. انت مش طبيعي ان انت تبقى مثالي، ما الكمال لله وحده، مش طبيعي ان انت تبقى كامل. بتاع ده، انت طبيعي ان انت تبقى ناقص اصلا، فاهم قصدي؟ طيب كده قلنا مثلا الاسباب واستفدنا فيها واتكلمنا في حته المثاليه. طيب ايه الحل؟ ودي شايفه اهم نقطه في الفيديو، يعني اهم نقطتين في الفيديو، ان هو الاسباب، بحيث ان انت تعرف تشخص نفسك او ان انت تعرف ان اللي انت في كده او لا. لا يا ربي يلا مش مهم، سيبها زي ما هي. شفت دي مش مثاليه، فاهم؟ وجمله اهي قلشت غلط، عادي سيبناها. المهم خلينا في الحل، اللي هي اهم حته فيها. اهم حته ان هي ايه؟ ان انت تاخد افعال كتير. فاكر كان في صانع محتوى، والله يعني ده كان اول واحد مثلا اشوفه بيعمل فيديوهات سوشيال ميديا موتيفيشن حقيقي، ومش موتيفيشن وبس، يعني تحدي كده وحاجه كويسه جدا، فاهم؟ كانت ايه؟ كانت اللي هو بيقول لك، اللي هو اكيد لما انا هقول لك مثلا انت تفتكره، ان هو كان بيقول لك هاخد 100 رفض مش عارف في 100 يوم او بتاع، وكان بيروح مثلا يسال الناس عن حاجات اذا ينفع ولا لا. يعني فاكر في مره جه راح قال لواحد قال له كان معاه نبته، قال له انا عايز ازرعها في بيتك. مش عارف حد رفض، واحد تاني قبل، قعد يدور لغايه ما لقى واحد تاني قبل. قال لي مثلا لسواق اوبر والله انا عايز اسوق عربيتك، طلب اوبر وقال له انا عايز اسوق عربيتك، اخد الرخصه او قال له انا معايا الرخصه ومش عارف ايه الرخصه، قال له طب تعالى سوق، سائل العربيه. فاهم انت ليه هو مثلا كان بيجمع 100 رفض او مش عارف ايه، بحيث ان هو في مره هيجي مثلا حد يقول له لا، خلاص يا معلم شكرا، لا لا عادي، فاهم؟ واحد تاني هيجي يقول له مش عارف ايه كذا 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 كذا، انا مثلا عايز كذا، لا، فاهم؟ عارف اقول لك ايه درجه وصلته لايه؟
وصلته ان هو لما سافر الاردن راح لشركه بتاعت اعلانات. تخيل شركه اعلانات كانت ليها بتعمل اللي هي يافطة الاعلانات، كان ليها شاشه كده على في الطريق. فقال لهم ينفع احط صورتي وان هو اللي هو ان انا وصلت مش عارف كام مشترك معينين على الشاشه دي وببلاش. هم قعدوا لا لا مش عارف ايه لغايه ما وافقوا وخلوه الشاشه دي تتعرض لمده مش عارف دقيقه او حاجه زي كده. وكان هو تصور عندها وصور فيديو عندها وتصور مع الشاشه. انت متخيل؟ يعني هو مثلا لو انت تعالى في مره كده، مش هقول لك شو انت ممكن قيمه العين ده يبقى يعني غالي شويتين، فاهم؟ وكمان في مره تقريبا راح يقعد مش عارف هو او حد تاني طلب من يقعد في ليله في فندق ببلاش. فدي الفكره، انت مثلا واحد طبيعي ممكن يروح يعمل كده؟ انت في دماغك واحد طبيعي ممكن يروح يعمل كده؟ ده بالنسبه لك وبالنسبه لناس كتير حاجه اسمها اللي هو ان هو بيكسر الليميت، بيرميه في الزباله، بيمسك الليميت يرميه. يعني فاهم اصلا اللي انا بعمله ده مثلا انا بكسر الليميت بتاعي، فاهم؟ بس بالنسبه لحد تاني ده مش ليميت، فاهم؟ لكن هو مثلا اللي عمله ده كسر ليميت لناس كتير. لكن بعد كده هو لما يعمل كده عادي او ما يعمل كده في اي وقت، وبالنسبه له ما كسرش ليميت ليه، ده الطبيعي بتاعه. فاهم قصدي؟ طيب ده كده ايه قلنا الحل ان هو افعال كتيره وتتعود على الرفض عادي يعني، فاهم؟ لان الرفض ده بص هقول لك على حاجه، الرفض ده مثلا واحد بيشوف ان هو لو اترفض خلاص ده نهايه العالم، انا فلان ومش عارف ايه لا، يعني على فكره انت لو اترفضت ده شيء طبيعي. آم، كل الناس بتترفض، كل الناس بتترفض كله، وعادي اترفضت مره واثنين وثلاثه. انا نفسي يعني مثلا مش فاكر كنت في مره في ماتش كوره، على فكره اصلا ماتش كوره ده كان موقف يعني لو حكيته لكم هتصدموا، هتصدموا من اللي انا عملته اصلا. يعني حصل فيه حاجات وتصرفت بطريقه انا نفسي ما توقعتهاش من نفسي ولما حكيت الموقف لحد ما توقعوش، فاهم؟ فالموقف ده نفسه اصلا لو حكيته ده حته تانية. بس خلينا نكمل. طلبت مثلا تيشيرت لاعب من عيلته، طلبت تيشيرت لاعب مره، لا لاعب يعني لاعب من ابو لاعب ومن اخو لاعب تاني، مرتين، مره كده ومره كده، فاهم؟ واحد كده اللي هو سلك لي بالطريقه، وواحد تاني برضه يعني شبه رفض. واحد سلك لي واحد شبه رفض، واخد بالك؟ عادي انا، وعلى فكره اللي رفض ده كان في الاول، اللي رفض ده كان في الاول. فانا واحد رفض كنت قلت خلاص يا عم مش هينفع وبتاع، بس عادي رحت واتكلمت مع حد تاني برضه يومها، مش عارف اتكلمت مع واحد تاني مش عارف ايه وكان رفض برضه حاجه، فاهم؟ حتى لدرجه مثلا كان معايا اخويا قال لي هو انت مالك واخد حبتين شجاعه ليه كده؟ لكن لا، فاهم؟ حته ان انت على فكره بجد والله يعني بقيت بحس ان انت لما تترفض ده مش موتيفيشن ودوبامين، يعني مثلا بيخليك موتيفيشن انت تعمل حاجات كتير كتير جدا جدا، فاهم؟ خليك تحاول وتحاول 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 لغايه ما توصل. حلو حلو. مش عايز اطول بس في حته اللي هي الرفض دي، بس هو عامه الحل بتاعها ببساطه رو اكشنز، زي ما واحد صاحبي بيقول، او افعال كتير، افعال كتير، افعال كتير، افعال كتير، افعال كتير. انت اصلا لما تعمل افعال كتير مش هتلاقي وقت تفكر، مش هتلاقي وقت ان انت انا عايز اعمل كذا، طيب انا خايف، مش هتلاقي وقت تفكر. هو على طول بتعمل فعل تخش في اللي بعده، بتعمل فعل تخش في اللي بعده. وجيت فعلا يوم انا مثلا كنت بضيع، انا لو فتحت لك السكرين تايم الافريج بتاعي، افريج على التليفون مش اقل من 16 ساعه، الافريج مش اقل من 16 ساعه. وده ايام عاديه يعني، مثلا مش ايام اجازات او ايام مش عارف، ده الايام العاديه. مثلا هتلاقي منهم فتره كبيره انستا، فتره مش عارف كبيره فين، فتره كده. ليه؟ عشان انا قاعد في البيت ما بعملش حاجه. تعالى بقى شوفني مثلا وانا كنت في يوم انا قضيته اقسم بالله من اول يوم لاخر يوم انا كاتب انا هعمل ايه بالحرف بالدقيقه.
عملت كل يعني حتى اصلا وانا كنت بدون الحاجات اللي انا عايز اعملها، وصلت ان انا مثلا انا كنت وانا بدونها ما كنتش قلت ده فين الوقت اصلا هيضيع، كل ده مش هلحق اكتبه اصلا، ده انا عايز يومين عشان اعمله. المفروض ان هو ده التاسكات يوميه، يعني المفروض امشي عليها فتره كبيره، فاهم؟ فجيت قمت حطيتها على بقى التايم نفسه، على الوقت، لقيت نفسي الحاجات دي ناقصه. الحاجات دي المفروض تزيد كمان، فاهم؟ يعني مش عارف، انا كنت عامل ساعه الحاجه ده قليل، يعني لسه فاضل ساعه فاضيه كمان، حط مش عارف ايه. وبعد كل ده، بعد ما زودت حاجات ومش عارف ايه وعملت حاجات وكتير، يعني حاجات كتير ضفتها، لقيت فاضل برضه ساعه في اخر اليوم فاضيه، فاهم؟ فقلت بس سيبها زي ما هي فاضيه كده، ما تعملش فيها حاجه يعني. بس زي ما بقول لك، هو لما وفعلا اليوم ده انا ما مسكتش في التليفون كتير، وكان يوم يمكن من اسعد ايام حياتي، من اسعد ايام حياتي. ليه؟ لانه كان حقيقي، اقول لك يوم حقيقي انا عملت فيه حاجات كتير اصلا، وكان يوم حقيقي، فاهم؟ عشته حسيت بيه ان هو يوم، يعني يا ريت تعيش يوم واحد زيه كده تاني. حلو. حلو. فقلنا الافعال، ايه تاني غير الافعال؟ والله انا شايف هو بس الافعال، وان انت تتقبل الوضع، تتقبل الرفض. وهتيجي تتقبل الرفض منين؟ هقول لك برضو من الافعال، فاهم؟ طيب هقول لك برضو اشتغل على شخصيتك، واشتغل على ان الوضع تمام. هو بس هو يعني انا شايف الوضع كله في الافعال. طيب عشان ما اطولش عليك في كلام ملوش لازمه، يعتبر احنا خلصنا كده الفيديو خلاص، فعايز تقفل اقفل. بس خلينا نلخص الموضوع كله. نلخص الموضوع كله. هو في عندنا شخصين سلبيين: سلبي الفكر، سلبي الفعل. سلبي الفكر كنا اتكلمنا عنه في فيديو سابق، ان هو ايه؟ ان هو متشائم، مش عارف، مش بيحب الحياه، بيدي طاقه سلبيه، والناس بتنفر منه وبتاع، ويا ريت ما تبقاش كده. وقلنا سبب، وقلنا الطرق اللي تتعالج بيها، وقلنا الحاجات دي كلها. حلو. حلو. خلاص ارمي على جنب. فيديو النهارده سلبي الفعل، وهو ان هو بيعمل ايه؟ ان هو ما بيعملش، ان هو ما بيعملش، ان هو مش عارف يتخذ قرار، مش عارف، بيخاف من المواجهه، ما بيعملش افعال العاديه اصلا الناس الطبيعيه تعملها، ما بيحبش يخاطر كتير، مش عارف ايه الكلام ده كله، او ما يخاطرش اصلا. حلو. حلو. قلنا ايه الفرق بينهم؟ انت عارفهم، بنت الفرق، فمش محتاجين نتكلم كتير. قلنا صفاته، هي دي صفاته، ان هو بيخاف يواجه. ده حفظته اصلا زمان، حفظته. طيب ايه اسبابه؟ قلنا ممكن تروما، قلنا ممكن اللي هو المثاليه، قلنا ممكن ان هو بيخاف من الرفض، اللي هي برضو التروما دي. حلو. حلو. حلول ايه؟ افعال. الحلول ان هو افعال، يشتغل على الافعال، ينورماليز او يخلي الوضع طبيعي بتاع الرفض عادي. كلنا بنترفض، كلنا اترفضنا قبل كده، كلنا اخفقنا في حياتنا، فعادي بسيطه. ما تكونش ماسك في نفسك قوي وبس. ولو وصلت لاخر الفيديو ما تنساش لايك، شير، وسبسكرايب. وطبعا اكتب في الكومنتات رايك، ونكون بينا مناقشه. وسلام.